بما يتعلق برواتب الإقليم، يعني موظفي الإقليم نحن ننظر إليهم كما ننظر إلى موظفي محافظاتنا الجنوبية والوسطى والغربية، لأنهم أبناء العراق، وبالتالي فإن تعطيل رواتب الموظفين هذه مسألة احنا رافضيها. نطالب حكومة إقليم كردستان أن تكمل تفاهماتها مع وزارة المالية حتى يتم إطلاق رواتب الموظفين، والمسألة هي مسألة تفاهم ليس أكثر. الحقيقة هناك يعني متضرر واحد وهو المواطن، وهذا الضرر الذي يقع على المواطن نحن متأثرين به، وطبعا نرفضه رفضا كبيرا. إلا أن ماذا نقول؟ يجب على حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية أن يتفقوا حتى يرفع عن المواطن الموظف الكردستاني هذا الكاهل الكبير. أنا تكلمت لك، هذه رؤية السيد المالكي، وهي أنه ينظر إلى موظفي إقليم كردستان كما ينظر بنفس العين إلى موظفي مناطق الوسط والجنوب والمناطق الغربية، ولا يفرق بينهم ويستشعر آلامهم كما يستشعر كل الشرفاء. ما عنده أي مبادرة؟ المبادرة واضحة التي قلتها لك، أن تبادر حكومة إقليم كردستان إلى تفاهم صريح وطاولة واضحة بينها وبين الحكومة الاتحادية ووضع النقاط على الحروف. العرقلة وين الأستاذ؟ يعني هذه العرقلة الجهات المختصة، يعني لا أعتقد أن الآن الوقت يسمح لنا بأن نحدد مواطن العرقلة، ولكنها هي موجودة عند الجهات المختصة لا سيما المتعلق بالجانب المالي وهي وزارة المالية. أي مستجدات جديدة أكو؟ هسه هذا الأمر هم يعني قد يكون موجود بالتشاورات اللي موجودة. أعتقد يعني لحد هذه اللحظة احنا ما شفنا بوادر واضحة للعلن، ولكن أعتقد اللجان التي تجتمع إذا كانت جادة سوف تنهي هذا الملف. شو نسوي؟ قل لي شو نسوي؟ إذا هي حكومة الإقليم ما قاعد تقعد وتتفاهم وما قاعد توصل إلى نتيجة، ما الذي نفعله؟ قسەی کۆتایی ڤاردەیکات.